الترجي الرياضي التونسي يخوض مباراة اليوم أمام أسيك ميموزا الإيفواري، مباراة هامة جدا في تاريخ الترجي الرياضي التونسي اللي باش تمكنوا ب 90-95% لو يمر للدور النصف النهائي أنه يكون متواجد في كأس العالم للأندية 2025. الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله يكون موفق وإن شاء الله يمر لدور النصف النهائي. تنتظر مباراة صعيبة بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0. العربي سنقري او خالد التويتي كالعادة يعني ثم تشنج يعني في تصريحاتهم وفي تعليقهم. كانوا حكيوا على المدرب كاردوزو، نسمعوهم شنو قال. مفتاح ماتش غدوه كيفاش تراه خالد؟ مفتاح انا ما نعرفش المفتاح كيفاش البلان جو باش يعملوا السيد هذا خاطر غدوه فما ماتش. انا مانيش مقتنع به. كل واحد كيفاش يرى. شنو يا اخي تجاوز يا اخي تحبني بالسيف نقطع به طارق ثابت يتكلمنا على طارق ثابت. طارق ثابت ما هزش كيف احنا في تونس. لا نحن عندنا نقول لك انا لا نحن عندنا حاجه زين ما قالش يا خالي مازال قبل ما يقول انا نعرف التوانسه شنية يحبوا بو برطله جايين مع بو برطله الكل والله يا محمد. لا عربي وترته سوريتك راهو بصراحه عربي والله هي راهو على فكره سوريا هي تصدر من الافريق وغابه ما هي راهي غابه سجنين ما تخوفش يعني منا وفينا منا وفينا هي كي تكون بها مستقبلك. يعني ما يخوفناش. انا اغزر لي شوف ايش يقول راهو ما تنجمش يا محمد حتى حد ما ينجم يقول نجموا نحكيو ونقولوا راهي المقابله مش سهله غدوه. ايوه شنو ربع ساعه 4 دراج تو نتفرجوا ونشوفوا شنو النتيجه. شوف شنو الاخر ابو شعر فاش يخمم وشنو مخه وشنو نقول بلا ساك اي لا ساك. شوف مخه شوف ايش يقول له انت راجل مبلح على 11 التالي وقلت عدى على جناب لا فما جناب ولا فما وسط ولا خلينا باش نشوف. اون بليس راهم حيين في التيران لا ساك راهم جريوا مليح في التيران ما خلوكش تلعب يا تشري ولا تلعب ولا ما خلوكش تلعب. ما يجي يقول هو فريق معناتها شاد ديفونس معناتها فريق نستهانوا به. لا ما هو صحيح يا أيوة. يصلح رايك راهو من حقه باش يلعب ديفونس هو حر. خذ راي خالد مش مقتنع. ايوه محمد راهو فما ديفونس باش يدخل على الجناب يدخل على يمين جنابك واحده هي ضارب باش يسرقها. اسمعني اسمع كي نبداو نحكيو في الكوره. لا كي نبداو نحكيو في الكوره ما تنجمش. لا ما تفهمش الكوره كيما نقول لك انا عايش خويا ارتقي قال لك بالحوار. لا خلينا نحكيو في الحوار. اسمع نحكيو على الكوره. يا سيدي شنو هذيك يا اخي ما تعرفش الكوره انت. وريني اسمعني يا خويا انا نحكي لك حاجه نحكي لك ككوره. كوره اليوم نتفرجوا وقت اللي واحد يعمل لك بلوك التالي اي مالك كان كل جمعيه تعمل لها البلوك التالي الاخرين يروحوا ما يماركيوش. هو بصراحه الترجي ظهر في الفتره الاخيره انه كل جمعيه تعمل لها البلوك تصعب على الترجي المهمه الهجوميه. انت يلزمك هنا تلقى الحل. ايوه الحل عند شكون الحل هذا؟ شكون يلقاه الحل؟ المدرب يلزم يلقى الحل. اليوم انا نتفرج البرا المدرب قال جيت باش نصنع التاريخ مع الترجي راهو جئت لكتابه التاريخ مع الترجي. يكتب التاريخ خليه يكتب على روحه. ولو ساعة كتب تاريخ توا 6 جولات ربحهم قاعد يكتب في التاريخ. شنو فاهم الجولات شنو شكون لعب في افريقيا الاطوال معناتها تاريخ يكتب فيه بريشه بالريشه يكتب في التاريخ بالريشه. في لسه البطوله التونسيه قاعد يكتب التاريخ بالريشه وان شاء الله في الافريقي. سي ليكيب كي في لونترونور سي ليكيب كي في لونترونور. برافو عليك. الكاليتي نتاع لي جوار اللي عندك ليسبيرونس. انا من الاولانيين من العباد اللي قلت لك راهم عندهم كاليتي نتاع لي جوار وقت اللي الناس شاكه وقت اللي جا طارق ثابت. وانا ماني نقول لك ليسبيرونس راهو عندها جوارات عندهم كاليتي كبيره برشا. اليوم اسكو المدرب الكاليتي نتاع الجوار هذوما عرف يوظفهم ولا لا؟ والله كان جا تونسي راهي قامت الدنيا وقعدت على اللي يعملوا. هات نحكيو توا على نحكيو كوره باهي. خلونا خفف حاجه قال لك تونسي. شوف راهو السيد لاعب 6 ماتشات ساعه تاعو لاعب 10 ماتشات بالاميكان بكل ما ربحهم الكل ذا 10 اكس واحد. ال10 كيف نحكموا ماتش كنت شكون لعبت؟ تاع ليتوال ماهيش حاضره. الكلوب ماهيش حاضره. زوز ليتوال اللي ورتور ماهيش حاضره. يحب يجيب مانشستر السيتي الكاردوزو باش يطلع الكاردوزو مش تو معقولك خلوده يا ولدي هذاك هو انا مانيش مقتنع به. رقم طارق ذياب قال راهو مدرب به. طارق كل واحد يحكي على روحه يا اخي. اي معناه لا ما تقارنش خالد تويتي بطارق. عليتي نحكي وانا في الكوره نفهموا في الكوره ما تجي تحكي معايا في الكوره شنو نورمال. معناها انت يعني عارف نتكلم في الكوره. كيفاش تراو البلون تكتيك الكوره يا ولدي محللين كيف انا وكيف كنت لو في الكوره انتفتوا لا اقولوا في كلام لا السيد انت ما تنجمش تكون محلل. لا عايش خويا لا عايش خويا. خليت اونترونور يهديك هي عندي خليت عندك دبلوم. اي عندي تحكي في الكوره
ايوا عنده فاجأني. 35 سنه مسير. انا مسير نحكيو تكتيك، نحكيو تكتيك. يعني هذا يعني الحوار اللي كان بين خالد التويتي والعربي سنغرية، حوار طريف وتشنج يعني خالد التويتي وسنغري يعني في الحديث عن كاردوزو، كل واحد رايه في المدرب. خالد التويتي يعتبر انه كاردوزو مو شكل مدرب الطيارة، والكلام اللي قال عليه كله ما يستحقوش، وقال انه حتى طارق ثابت يعني اثبت انه قدم اداء طيب مع الترجي الرياضي التونسي. كذلك قال انه على المدرب انه يعرف كيفاش يسجل، وحتى كي ايكيب تسكر عليه يعرف كيفاش يخلق الحلول. في مجمل حديثه يعني هو ماهوش مقتنع بميغيل كاردوزو. العربي سنغري قال صحيح المباراة باش تكون صعيبة على الترجي الرياضي التونسي، مباراة الاياب في ابيجان، ولكن الترجي قادر انه يمر للدورة القادمة. العربي سنغري قال انه يعني خالد التويتي ما يقتنع كان جاي يلعب كاردوزو امام مانشستر سيتي باش يقنعوا، وقال انه المدرب قدم مباريات طيبة وفي 6 مباريات كان فاز. يا اخي خالد التويتي قال له ضد شكون لعب؟ ضد النادي الافريقي مش في احسن حالاته، وكذلك النجم الساحلي. وصار تشنج يعني بيناتهم كما العاده. كان حوار طريف في مجمله. المفيد انه كاردوزو لازم يثبت اليوم انه مدرب من طينة الكبار، ولازم يلقى الحلول، ولازم يترشح باذن الله ان شاء الله للدور القادم، باش برشا ناس تحكي على كاردوزو تقتنع به كمدرب، حتى كان هي مقتنعه به ولكنها تحب تهاجم الترجي الرياضي التونسي عن طريقه. كاردوزو بصراحه حسب ما ريناه الى حد الان صحيح قام ببعض الاخطاء كما عدم تشريك بوغرا وتشريك الديربيل يعني في الديربي، كذلك شاركش بوغرا منذ مباراة الذهاب، وهذا عنده اعتباراته، والمدرب اكثر واحد يعرف علاش ما شاركوش. ان شاء الله يتجاوز هذه الاخطاء ويقدم المهم والمفيد في مباراة اليوم امام اسيك ميموزا. ان شاء الله نشوفوا مباراة طيبة ونشوفوا الترجي يمر للدورة القادمة. كاردوزو بصراحة خلق نقلة نوعية سواء على المستوى التكتيكي أو البدني بالنسبة للاعبي الترجي الرياضي التونسي. شفنا التطور الإيجابي وشفنا لاعبين عندهم ثقة في أرواحهم. نتصور انه بتتالي المباراة الترجي باش يتطور اكثر، وفي الموسم القادم لو بقى كاردوزو نتصور بنسبة كبيرة باش يبقى مع انتدابات خاصة على مستوى الأظهرة، باش نشوفوا الترجي اللي باش يذكرنا بترجي 2018 و2019. حظ موفق للترجي الرياضي التونسي في مباراته اليوم، ان شاء الله يحقق المهم ونشوفوه في الفينال ان شاء الله، ونشوفوه كذلك في كأس العالم لسنة 2025. انا ما بقى لي كي نقول لكم هذا مهدي، يحييكم الى لقاء فيديوهات اخرى. الى اللقاء.